أثناء بحثنا عن قصص في عمان سمعنا عن بيت قديم تحول إلى نزل تراثي، فرحنا نتعرف على قصته. نحن اليوم متواجدين في نزل كوفان، وهو أول فندق تراثي وتاريخي في محافظة ظفار. خلونا نتعرف على قصته مع العم أبو سالم. مرحبا وسهلا، حياكم الله في نزل كوفان التراثي. معكم المهندس حاتم سالم فرج كوفان، ابن صاحب المنزل المرحوم الشيخ سالم بن فرج كوفان. كان تقريبا هو من اوائل البيوت اللي بنيت. كان يجمع 12 عائلة. انت تعيش بين جدران تاريخية، على أسرة تاريخية، على أرضية تاريخية. فكان الزوار والآن اللي جينا من الخليج، اللي جينا من أوروبا، كلهم يزورون هذا المكان. كل البيت هذا كله بلا أعمدة. بني عام 1880، أي ما يقارب 150 سنة. 150 نعم. سنة ما شاء الله. ما شاء الله. 1880. نعم. ما شاء الله. طبعا البيت مكون من 3 أدوار. الدور الأرضي نسميه في المعمار الظفاري دهاريز، ويكون في الدكاكين في مقدمة البيت للخارج، أبواب للخارج، وتكون في المخازن للداخل، أبواب للداخل. دكاكين يعني من أول موجودة. دكاكين قديمة، نعم. أيوه. البيت دائما يبنى في المعمار الظفاري يبنى غرفة، ما يبنى دفعة واحدة حسب الإمكانيات، لأن عملية البناء صعبة جدا. من أول البيوت اللي بنت في طاقة، في ولاية طاقة، من أحد أول البيوت. نعم. ففي هذيك الفترة ما كان في بيوت حوالين هذه المنطقة، في حوالين هذا البيت. كان تقريبا هو من أوائل البيوت اللي بنيت. والحين استوى من أوائل أول نزل تراثي. مثل ما تشوفون نحن الحين في المسخان واللي هو المطبخ تشوفون حجمه كبير، ويقول لك السبب انه كان يجمع 12 عائلة. تتخيلوا 12 عائلة كانت تعيش هنا، والمطبخ كان يخدم كل العائلات اللي كانت تقعد في المكان. وكان يقول لي انه يعني ناس ممكن مثلا يا واحد من الصحراء يا واحد من منطقة غريبة، وكان يعيش هنا لفترة طويلة. وسبحان الله، لأنه كان بيت التاجر والناس تعرفونه بالخير، فكان يساعد هذه الناس ويعيشون معه. فشوفوا الشيء الإنساني الجميل اللي كان موجود في هذا المكان. نبات في هذا المكان أو في هذا البيت القديم اللي عمره 150 سنة مش كأي مكان آخر، مش كأي فندق آخر. أنت تعيش في عمق التاريخ، أنت تعيش بين جدران تاريخية، على أسرة تاريخية، على أرضية تاريخية. فأنت عايش في تاريخ يرجعك إلى الزمان، كأنك تدخل عبر بوابة الزمان إلى الخلف. طبعا الجميل في هذا النزل دائما تحسي بالروح القديمة، تحس بالهدوء، السكينة. سبحان الله، دائما المكان القديم يكون يعطيك هذه الروحانيات الجميلة. في عام 2018 صار عندنا إعصار مكونو. فإعصار مكونو كان من أشد الأعاصير اللي جت على ظفار، فخفنا على البيت إنها تكون متأثرة شيء. فقام أخي الكبير جزاه الله خير الشيخ فيصل بن سالم فرج كوفان إنه يشوف البيت هل تأثرت ما تأثرت ما تضررت. فوجدنا البيت الحمد لله ما تضررت، ولكن بدأت الفكرة إنه نرمم البيت ونحافظ على إرثنا ونحافظ على اسمنا واسم تجارة الوالد أيضا. فبدينا بالترميم. طبعا الجميل في هذا الفندق تم ترميمه خلال 5 سنوات، تخيلوا. وكل الأشياء اللي تشوفونها هي من المواد البناء القديمة، فاستخدموا نفس المواد، حاولوا أنهم ما يغيرون. وأنا أشوف هذا شيء مميز، لأن نشوف بعض الأماكن يعني بعد الترميم تبين أنها جديدة، تبين أنها مرممة، لكن الموجودة هني أن كان الترميم صراحة بإتقان. هذه أحد الغرف للنزل بشكل تراثي، وكل ما تشوف هنا خشب قديم، حجر قديم، ما عدا الكهرباء طبعا جديدة. فأيضا الغرف كانت تسمى حسب شكلها، مثلا هذه مربعة وهذه مطول لأنها طويلة. والثانية مربعة، المربعات تكون في واجهة البيت الجنوبي، والمطاول تكون على جناب البيت، لأن البيت مبنية بلا أعمدة. فبالتالي نعم كل البيت هذا كله بلا أعمدة، كل جدار، والجدار يكون عريض من متر إلى 80 سنتيمتر. الحين نحن في الدور الثالث اللي يسمى قصور. نعم. وعادة غالبا من يسكن هنا صاحب الدار. فكانوا مستغربين ليش بيرمم، ليش مثلا التكلفة كانت كبيرة. بس لما نجح المشروع وبدأت البيت تظهر، حتى صارت رمز من رموز ولاية طاقة، بيت نزل كوفان التراثي. فكان الزوار والآن اللي جينا من الخليج، اللي جينا من أوروبا، كلهم يزورون هذا المكان. الأجانب هنا لما يدخلون ينبهرون. حتى أحد الأمور اللي كانت دائما يعني نستغرب فيها، يجي واحد حاجز يوم واحدة، فلما يجلس هنا يقول لك لا أنا بمدد يوم ويومين و3. في بعضهم سكنوا 10 أيام. شو السبب؟ السبب انه حاسس بالاطمئنان وحاسس بالراحه، غير الألفة اللي انا دائما اتكلم عنها، ألفتنا نحن.
اصحاب البيت، اصحاب المنطقه اللي موجودين دائما معاهم، نسولفهم نكلمهم كانه عايش في بيته، ما هو بس قضيه عمل تجاري، لا، نحن عندنا قضيه مهمه، الحفاظ على التراث، ارسال رسائل الى المجتمعات الاخرى عن تاريخنا وعن ارثنا، عن ديننا، عن اخلاقنا، عن سلوكياتنا، عن مجتمعنا. فوق طبعا احنا الحين طلعنا سطح على البيت، وكان احد الامور اللي دائما اعملها تور للزوار الى البيت، اطلعه الى السطح. ليش؟ لان اذا طلعت على السطح في مناظر جميله جدا، عندك المزارع، عندك البحر، عندك مسجد الشيخ العفيف، اقدم مسجد في طاقه عمر يتجاوز عمره 400 سنه، وتم ترميمه الان وبناء مسجد جديد تاريخي. طبعا عندنا حصن طاقه عام 1913، عندنا برج العسكر، برج العسكر، والان صار المتحف ومطعم واطلالات موجوده هناك وكافيهات. اي نعم، وهذا الحي القديم لولايه طاقه، البيوت القديمه. نعم، طبعا ما هي بقدم هذا البيت، ولكن بيوت 50 60 70 سنه. كانت من اهم سمات الوالد وصفاته انه رجل حليم، رجل هادي، رجل يعني من يقول دين، نحن نقول دين، يعني من صلاته الى تجارته الى بيته. يعني شو رسالتكم ابو سالم؟ رسالتنا لكل شاب، لكل مجتمع، ان اول الشباب ان يحافظوا على ما يملكون من ابائهم واجدادهم، تكون عندهم، ولين حتى لو ما كان بيستفيد فيها في اللحظه، بس هي تراثك، هو ارثك، فمقتنياتك تدل على هويتك، معمارك يدل على هويتك، لبسك يدل على هويتك، فبنحافظ على هذه الامور. عندنا احياء تراثيه الان نامل انه يتم ترميمها وتتحول الى مزارات تراثيه، لانها تحكي قصص، تحكي تراث، تحكي هويه للمنطقه. مشكور اهلا وسهلا، حياكم الله، بالعكس يعطيك العافيه، مشكورين، وهذا يشرفنا لكم على زيارتكم هنا عندنا. بالعكس وانتم مرحبا بكم في اي وقت ان شاء الله. جزاك الله خير.